بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. بتدور حلقة قوارير اليوم حول مشكلة لأحد الزوجات متزوجة من مدة بسيطة، من سنة، يعني تعد لسه في يعني إطار اللي يتقال عليها إنها لسه عروسة. المشكلة دي بتقول إنها اتجوزت من شاب. الشاب ده يعني زوجها راجل محترم ومتدين وخلوق ومن أسرة محترمة متدينة، بيتعامل معاها معاملة محترمة وذوق ويعني بما يرضي الله، ولكن بدون عاطفة وبدون مشاعر ما بين الزوجين وبدون أي رومانسية. هي قالت في الأول أنا ظنيت إن ده طبعه، لأن إحنا مش طبعه، ظنيت إن هو بيعمل كده لأن إحنا في فترة الخطوبة وهو إنسان متدين وملتزم، فهو عارف حدوده كويس والحدود الشرعية في الخطوبة. لكن لقيت نفس الأمر ونفس التعامل في الزواج. حاولت تتقرب منه بدل المرة أكتر من مرة، ولكن لاقية إن في حاجز بينها وبينه نفسيا وعاطفيا. هي بتقول إنه بيتعامل معايا بأدب وذوق ورقي واحترام، ولكن بجفاء، في جفاء ومفيش عاطفة بيني وبينه على الإطلاق. فيما بعد عرفت إن الزيجة دي ما كانتش برضاه، وإنه اتجوزني بناء على ضغط أمه الشديد، وإن هي كانت شايفاني عروسة كويسة ومحترمة وبنت ناس ومؤدبة، وإن مش هيلاقي أفضل من كده، وإن الشاب هيعوز إيه إلا بنت تعرف ربنا وتقية. هو خضع لضغطها الشديد لأنها قالت له إنها مش هتكون راضية عنه لو ما اتجوزنيش. هي في حالة من الحزن والألم. طيب أنا ذنبي إيه إنه اتجوزني بدون رضاه؟ أنا كنت بتمنى زوج يحبني وأحبه ونعيش مع بعض أسرة حلوة بينا العاطفة وبينا الرومانسية. هل أطلب منه الانفصال لأن أنا دلوقتي بقى في حاجز بيني وبينه؟ هل أحاول معاه بدل المرة أكتر من مرة، ولكن ده شيء بيحسسني إن أنا يعني شيء من الإهانة شوية، إن أنا مرفوضة غير مقبولة. والسؤال هنا، هل الأهل فعلا ممكن يتدخلوا في حياة أولادهم بالطريقة الشديدة دي لدرجة إن هم اختيار شريك الحياة يكون بالغصب منهم؟ كل التفاصيل دي والمشكلة دي هنحلها وهنناقشها مع الأستاذة خديجة برهان، المستشار الأسري والتربوي واللايف كوتش. أهلا ومرحبا يا أستاذة خديجة. يا أهلا وسهلا فيك يا أستاذة ندى، حياك الله في برنامجك المتميز والمواضيع دائما الحساسة اللي بنحاول نحن نغطيها قد ما نقدر حتى نوجد أكيد. لها حلول في واقع حياتنا. تسلمي تسلمي يا أستاذة خديجة. قبل الدخول في المشكلة وتفاصيلها وحلها، سؤال: هل من حق الوالدين إجبار الأبناء على اختيار شريك حياة معين سواء كان ولد أو بنت؟ طيب، في البداية لازم نعرف نحن هنا إيش هي حدود الطاعة اللازمة للوالدين، لأنه إحنا حسب ما تربينا عليه ونشأنا، وعندنا برضو بعض المفاهيم المغلوطة في مسائل طاعة وبر الوالدين، إنه إحنا نعتقد إنه بر وطاعة الوالدين هو على الإطلاق، وهو ليس على الإطلاق، لأنه الطاعة المطلقة هي لله سبحانه وتعالى، أما ما عدا الله سبحانه وتعالى كل طاعة وأداء وإحسان راح يكون ضمن الضوابط الشرعية وفي مستوى معين، في مساحة يعني هي اللي نتحرك من خلالها، والمساحة الباقية الإنسان لا يأثم فيها. لكن جهلنا نحن بهذه الحدود هو اللي يدخلنا دائما في الصراعات، هل الوالدين يسووا زي كده ولا لا، أو يشعر الوالدين أنه من حقهم أنهم يقرروا مصير أولادهم بدءا بالدراسة انتهاء بالزواج حتى تسمية الأبناء. فهنا إذا جوابا على هذا السؤال لازم ندرك أنه عندنا وجهتين، وجهة نظر دينية أو شرعية، وجهة نظر اجتماعية في هذا السياق. فوجهة النظر الشرعية اللي هي إيش هي؟ أنه الإسلام ما بيعطي الصلاحية للوالدين صلاحية مطلقة في أنهم حتى أنهم يجبروا أبنائهم على الزواج والارتباط بالأشخاص اللي هم يختاروا، لا. مم. مم. دور الوالدين هنا نيجي اللي هي وجهة النظر الاجتماعية، دور الوالدين المفروض أن يكون فقط إرشادي وتوجيهي مم. للأبناء. يعني مم. الوالدين يقولوا لأبنائهم، يقترحوا عليهم ويوجهوهم وينصحوهم ويدلوهم فقط، أما مم. النتيجة النهائية لهذا القرار فهي من حق الأبناء في القبول أو الرفض، لأنه مم.
في النتيجة هذا القرار لن يتحمل تبعاته إلا هؤلاء الأبناء. فكيف بالضبط. إنسان يقدر يتحمل تبعات أمر هو ما اتخذ فيه أي قرارات فقط لأجل أنه عشان أرضي أمي ولا عشان أرضي أبويا؟ فهنا إذا نقول أنه ليس من حق الوالدين إجبار أبنائهم في الزواج ولا في أي شيء يخص حياتهم، إنما هم دورهم فيما يخص حياة أبنائهم هو توجيههم وإرشادهم من خلال الخبرات والمعارف التي تكونت لديهم عبر السنين. لأنه لازم نعرف في النهاية أنه هذه حالة الإجبار راح تنعكس بشكل سلبي جدا على جميع الأطراف، سواء الأبناء مع آبائهم أمهاتهم، سواء الأبناء مع زوجاتهم أو أزواجهم، وفي النهاية برضو المتضرر في الأحفاد. يعني حيكون في سلسلة من المواجهات اللي ما لها داعي بناء على قرارات خاطئة من البداية. تمام جدا. طيب هل نقدر نقول إن من الخطأ إن الأبناء يخضعوا لضغط الأهل سواء كان ولد أو بنت إنه يقبل الزيجة دي، وإنه يقول هي ضغطت عليا أو بابا ضغط عليا، أو مثلا يتقال له أنا مش هبقى راضي عنك لا دنيا ولا آخرة، وحضرتك عارفة الكلام اللي بيتقال، أو هحرمك مثلا لو كان بيشتغل مع أبوه أنا هحرمك مثلا من الدخل اللي بيدخل لك، هحرمك من الميراث، مش عارف. في ضغوطات بتبقى موجودة حوالين الأبناء البعض بيرضخ ليها. هل من الخطأ الرضوخ للضغوط النفسية أو المعنوية والمادية؟ وأنا هذا الجواب على هذا السؤال هو نجي للسؤال الأساسي أساسا. احنا قلنا الأبناء اليوم والآباء ما بيعرفوا إنه في حدود لهذا الكلام، إنه اليوم إني أنا أضغط على أبنائي أنا أدخل في مساحة من الإثم. يعني يخاف الإنسان يدخل في مساحة من الإثم لأنه قاعد يضطر ولد ولا أبنائه إنه يضغط عليهم ويبتزهم، خلينا نقول، حتى يرضخوا للقرار الذي هو يريده. فإذا هل هو خطأ؟ يعتمد يعني إيش نوع الأبناء أو شخصياتهم. هل هو مثلا شخصياتهم ضعيفة لدرجة أن هم ما عندهم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة في هذه الحياة مثلا؟ إذا كانوا هذا النوع من الأبناء وكان الأب أو الأم عندهم من الحكمة والرأي السديد أنه يستخدموا سلطتهم الأبوية في توجيه أبنائهم للمسار الصحيح فهيكون شيء جيد. لكن إذا كان الابن واعي وعارف إيش يبغى وإيش يحتاج في الزواج هذا كله في الزوجة وصفاتها، والأبوين الآن تدخلهم تدخل اللي هو الضغط والابتزاز، هنا حيكون عدم الرضوخ لهم أفضل من الرضوخ. لأنه إذا رضخ لهم في النتيجة الزواج هذا ربما يفشل، يعني هذا احتمال كبير، أو يكون الزواج ده مبني على ضغوطات كثيرة جدا، لأنه ما حد حيستفيد، لن يكون هناك رابح. لأنه طالما الابن تم الضغط عليه وابتزازه حتى يتزوج فهو راح ينعكس الغضب اللي عنده على زوجته وأبنائه وبعدين على والديه كمان يعني. فهنا إذا مسألة القبول والرفض هي تعتمد على شخصية الابن وقدرته على التعامل مع هذه الضغوط. لكن المفروض أنه الوالدين يتقوا الله سبحانه وتعالى في أبنائهم وما يدخلوهم هذا المدخل الحرج أو يضعوهم في هذه النقطة الصعبة جدا في أنهم يضغطوا عليهم أو يخيروهم خيارات لن ترضيهم ولن ترضي أحد أساسا. تمام جدا. طيب أستاذة خديجة، نرجع خطوة لورا قبل ما نتكلم ونشوف الزوجة دي أو العروسة دي تعمل إيه. خلينا نرجع خطوة لورا. هل لو عرفت قبل الزواج إن العريس ده مجبر على الزيجة دي ومجبر عليها، بالرغم إن العريس فيه كل المواصفات الحلوة اللي تتمناها أي بنت، هل كان المفروض إنها لو عرفت مسبقا إنها ترفض؟ هو لازم تعرف قبل الرفض الزواج هذا العريس مرغم عليه، لكن لما تجلس مع العريس لازم تسأله هل ما زلت مرغما أم ترغب فيه؟ لأنه في البداية ممكن يبدأ الموضوع إرغاما، لكن لما يجلس العريس مع العروسة ويشوفها ويتكلم معاها ينشرح صدره لها، يعني فتتغير الموازنة. أيوة. فإذا هي حست أنه في عنده قبول تستمر في الموضوع هذا كله خلاص، يعني سبحان الله رب ضارة نافعة احنا نقول. لكن إذا شافت أنه والله ما في أي مساحة للقبول وما في مساحة للتفاهم ولا أي شيء، فالأفضل لها أنه من البداية تنسحب من هذا الزواج، لأنه راح يؤول إلى الفشل يعني في النهاية.
لأنه الشخصين المسؤولين والمهمين في هذه العملية، في عملية الزواج، هم الرجل والمرأة. فإذا واحد فيهم ما عنده قبول وعنده رفض تام، ما في داعي للمعركة وبذل التضحيات في موضوع ما له قيمة. يعني ما نبني على أنه يمكن يقبل ويمكن ما يقبل ويمكن يرضى ويمكن تضيع وقت هذا كله. فلازم تشوف المرأة، لأنه بعض الأحيان زي ما قلنا تبدأ الأمور بالإجبار لكنها تنتهي بطريقة جميلة جدا في هذا الشيء. فإذا لمست هي فيه القبول تبذل جهدها وتشوف كيف ممكن تمشي الحياة معه. لكن إذا شافت أنه ما عنده أساسا قبول، الأفضل لها هي ما تحرج نفسها معه وتخرج من ذي العلاقة وتنسحب منها تمام. طيب احنا دلوقتي خلاص في واقع، في مشكلة معانا وهو ده الواقع. الزوجة ما بين حيرتين، ما بين ان انا هو شاب كويس ومحترم وواضح من كلامها انها حبته، وما بين انها يعني كرامتي. انا يعني الست اعتادت ان هي اللي تكون مطلوبة، مش اللي ما تكونش مرفوضة. فالحالة دي مسببة لها حزن وألم نفسي ومعنوي. تعمل ايه؟ هل تتقرب منه برضو، تفضل تتقرب منه لحد ما يحبها ويكسر الحاجز اللي بينهم ده، ولا خلاص تنسحب وتقول أطلق؟ والله أي قرار راح تتخذه هي لازم تكون تعرف إن هي سوف تتحمل تبعات هذا القرار. فإذا قررت إن هي تستمر، معناها لازم هي شافت بصيص أمل، بس بصيص أمل من الرجل وليس بصيص أمل مما هي تظنه. لأن احنا عندنا النساء بعض الأحيان هم يشوفوا الأمل لكن ما يكون في أمل أساسا يعني. فإذا هي شعرت إنه هو يعني يعطيها أمل ويعني وعنده قبول لكنه ما زال غاضب لأنه تم إجباره على هذا الزواج فقط يعني، لكن عنده قبول للموضوع هذا كله، يجب أن تبذل ودخلت في الموضوع خلاص يعني already. فهنا لازم إذن تبدأ تتعامل مع الموضوع أنه تتحبب إليه وتبذل جهدها في هذه العلاقة عن طريق إيش؟ أول شيء تقديم الدعم والتفهم له. فهي لما تسمع منه وتستخرج هذا الغضب اللي في داخله، حيكون في متنفس لهذه العلاقة أنها تبدأ بدون هذا الاحتقان يعني. فهنا لازم تقدم له هي الدعم. بعدين تبدأ هي مثلا تهتم شوية تفاصيل العلاقة، يعني تشوف هذا الرجل إيش يحب إيش ما يحب، وتشوف شكل العلاقة حقت. اهتماماته وتهتم بيها. أيوة، بعض الأحيان لما المرأة تهتم بزيادة يكسر حواجز نفسية ويخرج الرجل من هذه الحالة اللي هو وضع فيها أو بالإجبار. فكل ما يشوفها ما حيتذكر أنه أجبروني على أني أنا أتزوج منها، بالعكس حيقول شوف كيف تحبني، كيف تهتم فيني، كيف تعاملني، كيف يبدأ ينتقل للجانب اللطيف في هذه العلاقة. طبعا كلما كمان هي اشتغلت على نفسها، لأنه هي في النهاية لازم تحمي نفسها من إيش؟ تحمي نفسها من الخيبات اللي ممكن تكون أو لحظات الغضب الفجائية اللي تطلع. بالضبط، هي ممكن مثلا يصدها، ما يديهاش يعني زي ما بنقول كده، ما يديهاش ريق حلو، ما يتكلمش معاها بطريقة كويسة، فهي تحس أيوة إن أنا عمالة أبذل مجهود وفي الآخر مفيش. كمان مو عاجبه. كمان ممكن في لحظة بعض الأحيان لما تسوي تقييم للعلاقة هي هتكتشف إنه أنا ليش سويت كده، أنا ليش ضحيت بكده، أنا ليش مش عارف إيش. فعشان ما تقع تحت وطأة اللوم أو اللي هو اللوم الذاتي، إنها تلوم نفسها وتعاتبها وتعاقبها بهذا الشكل، لازم تسعى إلى تطوير نفسها وتقوية ثقتها بنفسها، وتشوف إنه الموضوع ذا فرص وإنه ممكن ينجح، وهي هتعمل على إنجاحه، لكن إذا ما نجح يكفيها شرف المحاولة، وإنه هي قدمت وإنه هي ما هي خسرانة ولا شيء. لازم تشتغل على نفسها في هذا الجانب، لأنه الزواج رحلة طويلة جدا وفيها يعني مراحل صعود ونزول وصعوبة. يجب أن المرأة تكون فيها متسلحة بالعلم والثقة العالية بنفسها. دائما كمان لازم تحاول أن هي تتكلم معه وتبني علاقة حوار فعال، يعني دائما لازم تتكلم معه حتى تبني جسر للتفاهم والوصول لبعضهم البعض لشرح وجهات النظر. طب كرامتي هذا فين؟ مهم. ده سؤالها، كرامتي فين؟ كل ده اللي انا بعمله وعماله ابذل واعمل مش عارف ايه واشوف اهتماماته واقرب منه، طب هو ده كله مش بيدوس على كرامتي؟ هل ممكن هو يعني يعتاد كده؟ هل يعني هو بيفضل حاسس بان انا عايزه اقرب منه فهو يزيد فيها؟ مش ممكن يبقى ما ليها خلاص جانب إذا سلبي؟ إذا 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 عندها هذا الإحساس وهذا التساؤل وكرامتي
الأفضل تنسحب من العلاقة، لأنه ما في فائدة إذا جلست تحت وطأة هذه كلمة كرامتي، معناها هي قاعدة تقدم وتنتظر. الانتظار ده بحد ذاته راح يتعبها، لأنه قد يحدث وقد لا يحدث، فهي اللي تقرر وتشوف شكل العلاقة كيف راح يكون. عرفتي؟ لكن لأنه هنا حضرتك احنا مش لازم يعني حضرتك لو شايفة من وجهة نظرك كمستشار أسري، لو شايفة إن هي كل المحاولات اللي بتبذلها مش جايبة نتيجة في كسر الحاجز النفسي اللي بينها وبينه، ولكن هو مازال بيعملها معاملة محترمة وما فيهاش أي إهانة ليها، ولكن ما فيش عاطفة، شايفة إن الزيجة ممكن تستمر؟ ممكن يعيشوا حياتهم ويكونوا أسرة، هيكونوا أسرة وهيخلفوا، ولكن بدون حب بدون مشاعر؟ ممكن الحياة توصل لكده وتمشي وتبقى كويسة، ولا لا تفضلي الحياة بالشكل ده وتفضلي الانفصال؟ الزواج ما يقوم على الحب وحده. الحب لحاله يبغى له عوامل كثيرة مساعدة حتى تدعمه، لأنه مسألة الحب والعاطفة هذه مسألة مؤقتة، فيحتاج أشياء كثيرة جدا، يعني يحتاج الثقة، يحتاج الدعم، يحتاج التفاهم، يحتاج التواصل، يحتاج أشياء كثيرة الزواج، وليس قائما على الحب. عشان كده لو قلنا إحنا إذا ما في عاطفة هل ممكن تستمر؟ نعم ممكن تستمر، ليش ما تستمر الحياة؟ في ناس احتياجهم للعاطفة ما هو كبير جدا، يعني لأنه العاطفة دي متى تتكون؟ يعني زي ما الله سبحانه وتعالى ذكر مثلا المودة والرحمة، هذه كيف تتكون؟ مع المعاشرة، مع المواقف، مع الصبر، مع أشياء كثيرة جدا. في وقت ما راح تظهر هذه العاطفة بصورتها النقية الجميلة، وليس كما يتصوره الناس ويعتقدونه. لأن اليوم احنا نشوف مسألة العاطفة والحب اللي مطلوب أو الناس اللي تطلبه هو مفهوم مشوه تماما، يعني وليس بهذا الشكل. ففي لازم حتظهر العاطفة دي بس بصورة وشكل مختلف عما تتصوره هذه المرأة. فهنا لازم تعرف هل أستمر ولا ما أستمر؟ طب هو ما بيعطيني حب، هو راح يعطيك حب، راح يعطيك، إذا ما أعطاك الحب كعاطفة راح يعطيك الاهتمام، راح يعطيك الثقة، راح يعطيك الدعم، راح الاحترام. يعطيك التواجد والاحترام. والاحترام أهم بكثير من الحب في أي علاقة بين اثنين، فضلا عن أنه يكون زواج، لأنه في الاحترام هذا منزلة أعلى بكثير يعني في هذا الشيء. فإذا لازم نشوف أنا إيش أبغى وإيش أحتاج وإيش اللي أقدر أقدمه. في النهاية حتى لو صار عنده قبول للزواج بشكل ما، وهذا ما سوف يحدث مع مرور الوقت، لأنه كثير من حالات الزواج نشوفها مثلا الرجل يدخل لها مكرها، لكن من حسن المرأة وتعاملها وأدبها واحترامها وبذلها سبحان الله يلين الرجل يعني، ويبدأ يقدرها ويحترمها. بعدين يبدأ يوصل مع المواقف والأشياء كلها يكتشف أنه هو أساسا في الأعماق هو يحبها، لكنه دائما لما يشوفها يتذكر أنه هو فقط أجبر عليها، لأنه ما هو قادر يشوف إلا حالة الغضب فقط. فهنا لازم نعرف من المسألة أنا إيش أبغى وإيش أحتاج وإيش اللي راح أقدمه في هذا الزواج، بدون ما أدخل في متاهات إنه كرامتي وإنه لأنه هو كذا، يعني المعادلة هي بهذا الشكل تمشي في الزواج. بالضبط. بعض الحالات في مشاكل شبيهة بالمشكلة دي أستاذة خديجة، الحقيقة أنا شُفتها إنه من كتر ما الأمر إن هو مُجبر عليها، هي بنت كويسة وبدأ يقتنع بيها، بس علشان يكسر الحاجز النفسي اللي عنده إن هو مُجبر عليها، طلّقها طلقة واحدة وابتعدوا عن بعض مدة، ورجع هو طلبها تاني للزواج واتجوّزوا مرّة تانية. وكان السؤال طب انت ليه عملت كده لما انت حبيتها وبدأت تتأقلم معاها؟ قال الحاجز النفسي اللي بيني وبينها كان بسبب ان انا مش قادر اطلع من دماغي ان انا متجوزها مجبر، وان انا عملت ده بناء على ضغوط ابويا وامي. فلما انا تحررت من ده ولقيت ان انا اللي رايح اطلبها تاني لوحدي، وان انا حاببها وانا اللي عايزه اتجوزها، ده كسر حاجه كبيره جدا عندي. يعني تخيلي يعني جميل جدا والله سلوكه هذا. يعني تخيلي إنه الوالدين مارسوا الظلم على ولدهم ومارسوا الظلم على بنت الناس بشكل غير مباشر، بسبب إيش؟ إني أنا أضغط عليهم عشان يتزوج على كيفي. طب يعني إيش الفائدة؟ إيش المصلحة اللي إحنا نبغى نحققها؟ في النهاية هو طلع ذكي إنه هو طلقها طلقة واحدة حتى يكسر هذا الحاجز النفسي، وبعد كده يكون الموضوع هو من اختياره، وحتى يوصل الرسالة لوالديه إنه سويت أول مرة زي ما تبغوا، لك في المرة الثانية زي ما أنا
أبغى في هذا الزواج. بالضبط. فليتقوا الله يعني الوالدين في أبنائهم في أمور واللي كثيرة سمعته يا أستاذة والله. خديجة إن هو يعني سعيد جدًا معاها وبيحبها جدًا، جدًا. لأنه قراره يعني، لأنه قراره هو يقدر يتحمل نتيجة القرار تبعه وتبعاته، هو شاف كمان مع الوقت إيش اللي إمم. بتبذله. عشان كده هو نجاح العلاقة الزوجية في ذي الحالة يعتمد على الطرفين إن هم يقدروا يقدموا إيش يعني. هل هم مثلا المرأة إذا قدمت الدعم، الرجل مستعد يتقبل منها مثلا عشان يقدروا يمشوا في ذي العلاقة اللي هي قائمة أساسا. الرحلة بدأت هي بسبب الضغط النفسي، أو خلينا نسميه الابتزاز النفسي الذي يمارسه الوالدان على أبنائهما مع الأسف الشديد. طيب أخيرا قبل الختام، لو هنوجه كلمة للزوج نفسه، للشاب اللي أجبر على الزيجة دي، حضرتك تقولي له إيه؟ كلمة أو هتقولي له نصيحة علشان الزوجة اللي هي حباه واللي بتحاول توصل لقلبه يتقي الله فيها. طيب احنا ما نقدر نقول له غير شيء واحد: حاول أن تنظر إلى الجانب الإيجابي في ذا الموضوع. نعم أنت أجبرت على هذا الزواج، لكن طالما أنه أنت دخلت فيه بالإجبار، ركز على ما تريد وليس على ما لا تريد. ركز على الأشياء اللي أنت حبيتها في هذه المرأة أو الأشياء التي تريدها في هذه العلاقة، واعتبرها تجربة، ربما تنجح وربما لا تنجح، لكن أنت راح تكون رابح في ذا الموضوع. فلا تحكم على الفشل في هذا الزواج بسبب عملية الإجبار، لأنه بعض الأحيان رب ضارة نافعة. والإنسان دائما يعني في غالب الأحيان الأشياء التي يكرهها من الباب الذي يكرهه يجد السعادة والرضا فيه، يعني إذا اتقى الله سبحانه وتعالى. تمام جدا. أنا بشكر حضرتك في النهاية الأستاذة خديجة برهان، المستشار الأسري والتربوي، على وجودك معانا وعلى هذا الطرح المميز، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعمر بيوتنا جميعا بالود والحب والاحترام والتقدير، ولكل أب وأم حياة أبنائكم مهياش في إيديكوا علشان تتحكموا فيها هذا التحكم الشديد اللي ممكن في الآخر يسبب مشاكل نفسية ومشاكل كبيرة جدا، مش لابنكم أو بنتكم بس، لكن مع الطرف الآخر اللي ما بيكونش له ذنب أصلا في المشكلة دي. فكل حاجة تتاخد بالعقلانية بالمناقشة، أكيد هتكون النتيجة أفضل. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.